فيلمنا بيبدأ في أسبانيا بمحامي اسمه مانيل وزوجته خوليا، وبنشوفهم قاعدين في بيت أخت مانيل اللي اسمها بلين. وبنشوف مانيل وهو بيلعب مع ابن أخته بيفرجوا على فيديوهات للقطة بتاعته، وبيكون واضح من نظرات خوليا إن هي متضايقة جدا لأن نفسها تخلف من زمان، ولكن جوزها معترض على الفكرة. وبعد شوية بيستأذن مانيل علشان يمشي ويروح يودع أخته، وبيطلب منها تبقى تسلم له على جوزها، فبتعتذر لاخته ان جوزها مش موجود معاهم لان هو عنده مهمة عسكرية. وبنعرف ان جوزها بيشتغل في الجيش ومعظم الوقت بيكون مسافر. وبعدها بيروح مانيل يركب العربية مع مراته وبيمشوا، وطول الطريق بتفضل خوليا متضايقة وما بتتكلمش معاه. فبيسألها مانيل عن اللي مزعلها، فبتقول له خوليا ان هي نفسها تخلف جدا ومش فاهمة هو ليه معترض على الفكرة بالرغم من ان هو بيحب الاطفال. وبتفهمه ان سنها بيكبر وممكن ما تقدرش تخلف بعد كده. فبيقول لها مانيل ان هو مش جاهز للخلفه دلوقتي، وبيطلب منها تبطل كلام في الموضوع ده لان هو مش هيغير رايه. وفجاه بتظهر عربيه وبتخبطهم، ومع الاسف الشديد خوليا بتموت. وبعد سنه كامله بنشوف مانيل بقى عايش لوحده ودخل في حاله اكتئاب شديده بعد موت مراته، وبيكون حاسس بالذنب الشديد لانه اتخانق معاها قبل ما تموت وما رضاش ان هو يحقق لها اخر امنيه كان نفسها فيها. وفي اليوم ده بيسمع مانيل في الاخبار ان في فيروس جديد بدا ينتشر في العالم كله، والفيروس ده هيكون اخطر من كورونا بمراحل. وحاليا الفيروس ده بدأ ينتشر في معظم دول أوروبا وداخل على أسبانيا. وبتطلب الحكومة من الشعب إن هم ياخدوا حذرهم لأن لسه مفيش علاج للفيروس. ولكن مالين ما بيهتمش بكل الكلام ده، وبعدها بيروح يقابل المشترين اللي المفروض هيشتروا منه القارب بتاعه. وبنعرف إن هو عاوز يبيع القارب بتاعه بأي شكل لأنه بيفكره بمراته. وأول ما بيدخل القارب بيفضل يسترجع كل ذكرياته القديمة مع مراته، وبيفتكر أول بدلة غطس لبسها في حياته لأن هي عارفة إن هو بيحب الغطس جدا. وبالليل بيرجع منين البيت وبيتصل على اخته علشان يطمن عليها، وبيقول لها ان هو ما باعش القارب بتاعه، وبيطلب منها تشوف له مشترين جداد. فبتوعده اخته ان هي هتظبط له الموضوع ده، وبتقول له كمان ان في اخبار بتقول ان الفيروس الجديد اتطور وبقى شرس. وقاعدة الجيش اللي جوزها بيشتغل فيها قرروا ينقلوهم لجزر الكناري علشان يكونوا بعيدا عن مصدر الفيروس لان ده كمان الوحيد الفيروس اللي ما انتشرش فيه. وبتطلب منه اخته ان هو يسافر معاهم لانها مش هتكون مطمنه عليه وهو قاعد لوحده في اسبانيا. وفي البدايه مانيل بيعترض لانه مش عاوز يسيب بيته وشغله، ولكن اخته بتفضل تزن عليه لحد ما بيوافق. وبتقول له ان هي بالفعل حجزت له كرسي في الطياره اللي بعدهم لان ما كانش في مكان فاضي في الطياره بتاعتهم. وتاني يوم بنشوف مانيلا وهو بيجهز حاجته علشان يروح المطار. واول ما بيخرج من البيت ان معظم جيرانه بيلموا حاجتهم ومهاجرين بره المدينه. فهنا مانيلا بيبدا يقلق وبيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، لكنه ما بيحطش الموضوع ده في دماغه علشان ما يقلقش نفسه على الفاضي. وبعدها بيتحرك على المطار، ولما بيوصل للمطار بيتفاجئ ان كل الرحلات اتلغت. وفي نفس اللحظه دي بيوصل لهم رسائل تحذيريه على الموبايل ان الفيروس دخل لاسبانيا، وبتطلب الحكومه من الناس ان هم يقعدوا في بيوتهم وما بيخرجوش ابدا. وطبعا الموضوع ده بيسبب حاله زعر بين الناس، وبيبداوا يتخانقوا مع موظفين المطار لدرجه ان في واحد منهم بيمسك سلاحه وبيبدا يهاجم الموظفين لان هم مش عاوزين يدخلوا المطار. وبعدها على طول بتتصل بلين على اخوها وبتطلب منه يرجع على البيت فورا لان الفيروس بدا ينتشر في اسبانيا، وبتطمنه ان هي هتحاول تجيبه في اي وقت. فبيروح مانيل يركب عربيته علشان يرجع البيت، ولكن المشكله هنا ان الطريق بيكون واقف والعربيات ما بتتحركش من مكانها، وده سبب ان الناس راكبين عربياتهم علشان يهربوا بره المدينه. فبيضطر مانيل ان هو يسيب عربيته ويرجع للبيت ماشي على رجله. وبالليل بيوصل مانيل للبيت بتاعه، وبيتفاجئ لما بيلاقي الشرطه والاسعاف منتشرين في كل مكان ومحاصرين بيت واحد من جيرانه. وبيكتشف هنا ان جاره اتصاب بالفيروس والحكومه عاوزه تاخده للحجر الصحي. والغريب ان جاره ده بيتصرف بطريقه عنيفه جدا زي الحيوانات، وبيحاول ان هو يهاجم رجال الشرطة لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه في الاخر. والمفاجأة هنا ان الفيروس الجديد ده بيحول الناس لزومبي. وطبعا مانيلي بينصدم من اللي بيشوفه وبيستوعب اخيرا حجم الخطر اللي هو فيه. وتاني يوم بنشوف مانيلا وهو بيتفرج على الاخبار وبيلاقي ان في مئات من الناس اتصابوا بالفيروس ده وتحولوا لزومبي. وحاليا الحكومة ما بقتش قادرة تسيطر على الوضع، فبيقرر مانين اللي هو يعمل حجر صحي لنفسه في البيت، وبينزل للسوبر ماركت علشان يشتري طلبات تكفيه. ولكن لما بيوصل للسوبر ماركت بينصدم من المنظر اللي بيشوفه لانه بيلاقي الناس كلها اتصابت بحالة هلع وبيسرقوا كل المنتجات اللي في السوبر ماركت. وبيكون مانيل مش لاقي اي حاجة ياخدها، فبيخرج من السوبر ماركت وبيلاقي ظابط طالع يجري عليه وهو مصاب، فبيدخل يستخبى في السوبر ماركت وبيقفل على نفسه. وفجأة بيسمع مانيل صوت
شخص تاني بيصرخ، ووقتها بيتفاجئ قدامه بزومبي بيهجم على ظابط تاني وبيعضه، وأول ما الزومبي بيشوف مانيل بيطلع يجري عليه علشان ياكله، لكن وقتها الظابط بيطلع السلاح وبيخلص على الزومبي وبيطلب من مانيل إن هو يهرب بسرعة. وبالليل بيرجع مانيل للبيت وبيقفل كل الأبواب والشبابيك، ووقتها بتوصل له رسالة على الموبايل إن الجيش هيخلي المدينة اللي هو فيها وإن هما هينقلوه السكان لمنطقة تانية. وطبعا بيكون مانيل مش واثق لو المكان اللي هيروحه ده أمان ولا لأ، فبيقرر يفضل مستخبي في بيته. وبعد مرور ساعات الجيش بيوصل وبيبدأ يخلو المدينة، ولكن مانيل بيفضل مستخبي في بيته لحد ما بيمشوا علشان ما ياخدهمش بالهم إن هو موجود. وبعد مرور أسبوعين بنشوف إن المدينة بقت فاضية تماما، والمشكلة إن كل الرسائل والاتصالات اتقطعت، وطبعا مانيل مبقاش قادر إن هو يتواصل مع أخته وكل أخبارها اتقطعت. وبعدها بيقرر مانيل إن هو ينزل الشارع علشان يدور على الأكل، وفي البداية بيلبس بدلة الغطس بتاعته علشان تحميه من عضات الزومبي، وبعدها بيبدأ رحلته في البحث عن الأكل. وبيفضل مانيل يلف على كل البيوت اللي في المدينة ولكنها بيلاقيها فاضية لحد ما بيوصل لبيت ست عجوزة اسمها جبريال، وبيلاقيها قاعدة لوحدها وبيتها فاضي. فبيسألها مانيل هي ليه قاعدة لوحدها ومسافرتش مع أهلها، فبتقوله جبريال إن ابنها سابها لوحدها لأن هي مشلولة وكان صعب جدا عليه إن هو ياخدها معاه. فبيحس مانيل بالشفقة ناحيتها وبيطمنه إن هو يفضل جنبها. وبعدها بتقوله جبريال على شوية بيوت حواليه هيلاقي فيها أكل، وبالفعل بيلف مانيل على كل البيوت دي وبيلم كل الأكل والمؤن اللي فيها. وبعدها بيرجع لجبريال تاني وبيقعدوا ياكلوا سوا. وبالليل بيكون مانيل قاعد يشرب لوحده، وقتها بيلاقي الراديو يشتغل فجأة وبيسمع صوت شخص بيطلب من كل الناجين ان هم يروحوا لجزر الكناري لان ده امن مكان ليهم، وبيقول لهم ان الفيروس لسه ما وصلش لهناك. فبيتواصل مانيلا مع جبريال عن طريق اللاسلكي وبيطلب منها تجهز نفسها علشان تروح معاه لجزر الكناري، ولكن جبريال بتقوله ان هي مشلولة وهتكون عبء عليه، وبتطلب منه يروح لوحده علشان ما تتعبوش معاها. يرفض يسيبها لوحدها وبيصمم تروح معاه. وتاني يوم بنشوف ان مانيل جهز كل حاجته وبيروح لجبريال، لكنه لما بيوصل عندها بيلاقيها ميتة وبيعرف ان هي اذت نفسها علشان ما تضطرش اللي هي تسافر معاه وتكون عبء عليه، وبتكون سايباله جواب بتشكره على كل اللي هو عمله معاها. وطبعا مانيل بيزعل جدا وبيخرج من البيت وهو محبط، وفجأة بيلاقي زومبي هجمت عليه ولكنه بيقدر مانيل يخلص عليهم. وبعدها بيرجع بيته وبيفضل يشرب ويفكر هيعمل ايه لحد ما بيقرر ان هو يهرب عن طريق البحر. فبياخد قطته والموتوسيكل بتاعه وبيتحرك ناحية المينا، وفي الطريق بيتفاجئ بهجوم عدد كبير جدا من الزومبي، فبسرعة بيزود سرعة الموتوسيكل على الآخر وبيقدر يهرب منهم. ولما بيوصل للمينا بيقفل عليه الباب كويس علشان ما يقدروش يقربوله، وبعدها بيدخل المركب بتاعته وبيحاول يشغله ولكنه بيكون عطلان، فبيضطر مانيل ان هو يركب قارب النجاة وبيتحرك بيه، ولكن بالليل القارب بيعطل بيه في نص البحر. وطبعا بيكون مانيل مش عارف يتصرف ازاي، ولحسن حظه ان هو بيلاقي سفينة جاية عليه، فبيفضل يشاور لهم لحد ما بيقفوا وبياخدوه معاهم على السفينة بتاعتهم وبيجيبوا له كل الأكل. وبعدها أصحاب السفينة بيروحوا يقعدوا مع مانيل وبيعرفوا إن هما في أوكرانيا، وبيكون في شخص منهم اسمه فيكتور بيعرف يتكلم أسباني، فبيفضل يترجم لأصحابه الكلام هو مانيل. وبيلاحظ مانيل ان قبطان السفينة اللي معاه بيعاملوا ببرود ولكنه ما بيحطش الموضوع ده في دماغه لانه محتاج لهم. وبالليل بيكون مانيل نايم وفجأة بيصبح على صوت دوشة، فبيبص من الشباك وبيلاقي مجموعة من الناجين وصلوا للسفينة على قارب نجاة. وتاني يوم بيقعد مانيل مع طاقم السفينة وبيطلبوا منه ان هو يقول لهم على اماكن مصانع الاسمنت اللي في المدينة. وطبعا مانيل بيكون مستغرب جدا من طلبهم وبيكون مش فاهم هم محتاجين الاسمنت في ايه، لكنه بيضطر يقول لهم على اماكن مصانع الاسمنت. وبعدها بيستغرب مانيل ان هو مش شايف الناس اللي وصلت امبارح على قارب النجاة، فبيروح يسأل فيكتور هم الناس اللي وصلوا امبارح راحوا فين. فبيتوتر فيكتور من سؤاله وبيقول له ان مفيش وصل حد امبارح، ولكن مانيل بيكون متأكد ان هو بيكذب عليه وبيسأله هم عملوا ايه فيهم بالظبط. ففيكتور بيطلب منه ما يجيبش سيرة الموضوع ده لو عاوز يعيش. فهنا بيتأكد مانيل ان في حاجة غلط بتحصل على السفينة دي وبيقرر ان هو يهرب. وبالليل بنشوف مانيل بيجهز نفسه وبيستعد علشان يهرب، ولكنه وقتها بيلاقي أسرى مربوطين في السفينة من تحت وبيكونوا هم دول نفس الناس اللي وصلوا امبارح على السفينة. فبسرعة بيروح مانيل يفكهم، ولكن وقتها بيوصل عنده واحد من طاقم السفينة وبيخلص على واحد من الأسرى ويستعد علشان يخلص على مانيل، ولكن في نفس اللحظة فيكتور بيشتبك معاه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيموت. وبعدها بيقرر فيكتور يهرب مع مانيل، فبياخدوا قارب نجاة وبيهربوا هما الاتنين وبيفضلوا يضربوا نار عليهم وبيقدروا يسيبوا فيكتور في كتفه. فبيتحرك مانيل بأقصى سرعة عنده لحد ما بيهرب بعيد عن السفينة. وبعد شوية وقت بيوصلوا للشط، وبعدها مانيل بيركب عربية مع فيكتور وبيتحركوا ناحية أقرب مستشفى علشان يعالجوا إصابة فيكتور. وبيكون مانيل عارف إن فيه هليكوبتر موجودة في المستشفى،
وبيكون ناوي ياخدها علشان يسافر بيها لجزر الكناري. وفي الطريق بيعترف فيكتور لمانيل إن قبطان السفينة بيجمع أكبر عدد من الأسرى علشان يناولوه الملجأ يحميه من الزومبي، واللي بيعترض عن الموضوع ده بيقتله على طول. وكان بيدور على الأسمنت علشان يستخدمه في بناء الملجأ. وطبعا بانيل بينصدم من اللي بيسمعه وبيقول إن الراجل ده لازم يتحاسب على أفعاله. وبعد شوية وقت بيوصلوا قدام مستشفى، ولكن بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من الزومبي. فبينزل مانيل من العربية وبيبدأ يقاتلهم، وبعدها بياخد فيكتور وبيدخله بسرعة للمستشفى. وبيسيب فيكتور لوحده في الأوضة لحد ما بيروح يدور على الأدوات اللي هيشيل بيها الرصاصة من جسمه. وفي الأثناء دي بيسمع صوت ناس من المستشفى، فبيفضل يشاور وهو ماشي ورا مصدر الصوت وبيتكلم معاهم بصوت عالي، وبيقول لهم إن هو محتاج مساعدتهم لأن معاه شخص مصاب. ووقتها بيخرج له الممرضة ودكتور، وبيكون معاهم 3 أطفال وأهاليهم ماتوا. وبعدها الدكتورة بتاخد فيكتور لأوضة العمليات علشان تشيله الرصاصة. وبالليل بيقعد مانيلا مع الممرضة والدكتور وبيسألهم عن الأطفال اللي معاهم، فبيقولوا له إن الأطفال دول أهاليهم ماتوا في المستشفى وملهمش حد يعتني بيهم. وفي اليوم اللي بعده بيقدر مانيلا يعرف مكان الهليكوبتر، ولكن المشكلة هنا إن الزومبي بيكونوا منتشرين حواليهم. وطبعا بيكون مانيلا مش عارف إزاي هيقدر يوصل للهليكوبتر. وفي اللحظة دي موبايله بيلقط شبكة، وبيلاقي إن أخته بعتله رسائل كتير جدا من وقت ما بداية الكارثة. فبيفضل مانيلا يتفرج على الرسائل وهو منهار من العياط. وبعدها بيبعت رسائل لأخته وبيطمنها فيها على نفسه، وبيقول له ان هو هيجيلها قريب جدا. ومره واحده بيسمع مانيل صوت ضرب نار، فبيبص تحت وبيتفاجئ ان القبطان وعصابته وصلوا للمستشفى. وطبعا مانيل بيترعب اول ما بيشوفهم، فبيروح بسرعه ياخد الناس اللي معاه علشان يهربوا. وفي اثناء هروبهم بيظهر قدامهم زومبي وبيعضوا الدكتوره. وطبعا الدكتوره بتكون عارفه ان هي هتتحول لزومبي بعد لحظات، فبتطلب منهم يمشوا ويسيبوها، وبتوصيهم على الاطفال اللي معاهم. فكلهم بيودعوا الدكتوره للمره الاخيره، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيلاقوا بوابه الخروج قدامهم. ولكن المشكلة هنا ان المكان كله بيكون محاصر من الزومبي، واي حركة بسيطة هتخلي الزومبي يسمعوهم ويهجموا عليهم. فمانيل بيفضل الزومبي وبيشاور للناس اللي معاه علشان يعدوا من البوابة بالراحة. فالممرضة بتاخد طفلين من اللي معاها وبتعدي بيهم، وبعدها فيكتور بيعدي وراهم وبيكون مش باقي غير طفلة واحدة واقفة وخايفة تتحرك. فمانيل بياخدها وبيبدأ يتحرك بالراحة ناحية البوابة، ولكن وقتها الزومبي بيسمعوهم وبيحاولوا يهجموا عليهم. فبسرعة مانيل بياخد الطفلة اللي معاه وبيروحوا يستخبوا في أوضة. وفي نفس اللحظة العصابة الأوكرانية بتوصل للمكان وبيبدأوا يقتلوا كل الزومبي. وطبعا محدش فيهم بيكون عنده فكرة إن مانيل موجود في المكان. وبعد ما مانيل بيطمن عن العصابة مشيت بيخرج بره الأوضة مع الطفلة وبيروح يقابل باقي الجماعة اللي معاه. ولما بيبصوا من الشباك بيلاقوا الهليكوبتر واقف قدامهم، ولكن المشكلة هنا إن الزومبي بيكون واقف حوالين الهليكوبتر. فهنا مانيل بتجيله فكرة عشان يعرفوا يعدوا من وسط الزومبي، فبيجيب كل الاستندات الحديد اللي في المستشفى وبيحاوطوا نفسهم بيها وبيبدأوا يمشوا وسط الزومبي. وطبعا الزومبي ما بيقدرش يهربوا منهم، وساعتها وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا للهليكوبتر، وبعدها كلهم بيركبوا وبيحاولوا يشغلوها لكن بيكون لسه مش عارفين. وقتها الزومبي بيهجم عليهم تاني، فبينزل مانيل من الطيارة وبيفضل يقتل فيهم لحد ما فيكتور بيشغل الهليكوبتر. ولكن من سوء الحظ ان العصابة بتوصل عندهم في اللحظة دي وبيهجموا عليهم علشان يسرقوا منهم الهليكوبتر. فهنا مانيل بتجيله فكرة وبيفتح البوابة الحديد وبيخلي كل الزومبي يهجموا على العصابة. وفي نفس اللحظة بيقدر فيكتور يشغل الطيارة أخيرا وبيطير بيها وبيحدف حبل المانيل عشان يطلع عليه بسرعة. وبيمسك مانيل في الحبل وبيبدأ يتسلقه لحد ما بيوصل للهليكوبتر، وبيكون سعيد جدا بالإنجاز اللي هو حققه. وبعد كام ساعة بيجيله اتصال لمانيل من أخته، فبيقول له إن هو متحمس إن هو جاي عندها خلاص. ولكن أخته بتطلب منه يرجع تاني وبتقول له إن الزومبي هجموا على جزيرة الكناري والوضع خطير. وطبعا بينصدم مانيل من اللي بيسمعه وبيكون مش عارف يروح فين.